يسعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. تعالوا اليوم مع بعض نعمل البرياني بقطع الدجاج. وصفة طيبة وسهلة كتير ومناسبة للمبتدئات. تابعوا الوصفة خطوة بخطوة وتعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. بداية هون لازم نعاير مقدار الرز. معي هون 3 مجات كبار من الرز البسمتي، فيكم تعملوا نص المقدار. طبعا رح أغسل الرز كتير منيح وبنقعه بمي دافية مدة نص ساعة أو لحد ما تخلصوا من عمل الدجاج. معي هون زيت نباتي بمقلاية على النار، بنحط كل البهارات الصحيحة من ورق الغار، القرفة، الهيل، القرنفل، حبات من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الكمون الحب، ونقلبهم على النار شي دقيقة واحدة. معي هون 3 حبات بصل كبيرة قطعتهم شرائح، ونضل نقلب فيهم على نار متوسطة من فترة وفترة حتى نحصل على بصل لونه ذهبي. هيك بكون شكل البصل. هون بنزل قطع الدجاج. أنا استخدمت الدجاج المسحب، قطعته قطع، تقريبا استخدمت 2 كيلو ونص، فيكم تستخدموا نص المقدار. وبنقلب الدجاج مع البصل. بنضيف هون مقدار معلقة كبيرة من الثوم أو المهروس، أو مقدار 4 حبات من الثوم، زائد معلقة كبيرة من الزنجبيل. بنقلب المكونات كلها مع بعض. طبعا تشتغلوا هون على نار وسط. هون بنضيف الملح، بنضيف هون معلقة من الشطة الحارة المجروشة، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من البابريكا. ممكن تستغنوا عن البابريكا وتحطوا فلفل شطة حارة بودرة. معي هون كمان بهارات البرياني، حطيت معلقتين كبار من بهارات البرياني. ومعي هون فلفل حر. طبعا فيكم انتو تستغنوا عن الفلفل الحر وممكن تزيدوا كميته إذا بتحبوا الأكل تكون حرة كتير. معي هون حبة بطاطا وسط قطعتها مكعبات، وحبتين بندورة وسط برضو قطعتها قطعة كبيرة وضفتها. فيكم تزيدوا لحد 4 حبات بندورة حسب رغبتكم. معي هون نص كوب من اللبن، اللي هو اللبن الروب أو الزبادي. بعديها بنغطيه ونترك على نار هادية حتى يستوي الدجاج ويتسبك كله مع بعض. هون بدنا نسلق الرز بالوقت اللي احنا بنسوي فيه الدجاج. عندي هون 3 لتر من المي. بنضيف عليه كل البهارات الصحيحة، وضيفوا كمان الملح، وبننزل عليه الرز اللي أنا كنت نقعته من قبل وصفيته من المي. بعد ما تغلي المي عايروا الوقت 7 دقايق أو لحد ما يستوي الرز تقريبا 80% يكون استوى. وهاي الدجاج بعد ما استوى وتسبكت الخلطة كلها مع بعض هيك شكله. طبعا لو تشموا الريحة شو زاكية وشو طيبة، شو حلوة، بتشهي. هلأ طبعا بدنا نصير نرتب طبقات البرياني بالطنجرة أنا حطيت بقاعها شوية زيت نباتي مشان الرز ما يلزق فيه. أول شي بنحط طبقة من الرز اللي احنا سلقناه، وبعدين طبقة من الدجاج مع الخلطة تبعته، بنوزعهم فوق أول طبقة من الرز. بنوزعهم كتير منيح. بعدها بنحط طبقة تانية من الرز حتى نغطي طبقة الدجاج اللي احنا حطيناها. بنوزعه كتير كويس. طبعا عدد الطبقات ممكن تتحكموا فيها حسب سعة الطنجرة تبعتكم. معي هون أنا لون الزعفران حليته بشوية مي ووزعته بشكل عشوائي. طبعا إذا عندكم زعفران فيكم تستخدموه. وبنحط طبقة تانية من الدجاج وبنوزعه فوق طبقة الرز. وبنوزع عليه الكزبرة الخضراء المفرومة، تعطي طعم كتير طيب. وبنغطي الدجاج بطبقة من الرز من جميع الجهات والجوانب. وبضيف عليه
لون الزعفران برضو بشكل عشوائي. برجع بحط من الكزبرة الخضراء المفرومة، ومعي هون شرائح من الطماطم، طبعا هاي إضافة اختيارية ممكن تستغنوا عنها، وبنغطيه وبنتركه على نار هادية مدة نص ساعة لحتى يستوي. وهاي شكل البرياني بعد ما استوى. شوفوا الرز كيف نثري ومستوي وكتير طيب الوصفة. وبس هاي وصفتنا لليوم. يا ريت إذا عندكم أي سؤال أو أي تعليق اتركوا لي إياه تحت الفيديو، وبدي دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد. وصحتين وألف عافية.